عادة النجوم لما بتقدم عمل وبينجح بتبقى متخوفة من فكرة تقديم جزء تاني أو تالت. احنا النهاردة ما شاء الله بنحتفل بولاد رزق 3 وفي كمان كلام على الجزء الرابع. ما تخوفتش أو ترددت لحظة من فكرة تقديم الجزء التالت أو إن هو يأثر على نجاح الجزء الأول والتاني من الفيلم؟ شكرا. كورك ثانك يو. انا بقلق لو بعمل اعلان، لو بصور اعلان يوم او لما بعمل مسلسل اذاعي بقلق، لانه عندي طمع للنجاح وعايز اعمل حاجات اكتر بكتير من اللي عملتها. فالقلق ده 1,000,000% موجود وسيظل موجود. ده طبع غالبا يعني، لانه بجري ورا البرفكشن ودي حاجه صعبه جدا. بس اللي بيطمني دايما في ولاد رزق انه زي ما استاذ طارق قال، العلاقات واضحه، الكتابه حلوه، ووجود الاستاذ طارق ده يعني في ظهر في الاخر. يعني مهما حصل هيبقى في عنده حد ادنى من الشياكه في تقديم الفيلم، في تقديم الفكره، في الصوره، في الحوار. فده اللي بيطمني. انما القلق، لا، القلق ده حاجه طبيعيه، واعتقد ان دي سمه اي حد عايز ينجح، مش حاجه خاصه بيا انا لوحدي يعني. اتبسطت من البوست اللي كتبه احمد الفيشاوي كدعايه للجزء الثالث رغم عدم وجوده فيه طبعا هو داوود. بس اتبسطت لما شفت كتب بوست ان هو ما شافش، عايز يشوف الفيلم في السينما. ان هو عايز مستني يشوف فيلم سينما. ما اعرفش هو مش موجود ليه، واعتقد يعني اول مره نقابلك بقى لو ينفع تقول لنا. هو كان بس اتبسطت من البوست ده ولا لا؟ والله انا يعني فيشاوي بالذات ما ببقاش فاهم هو قصده ايه عموما. دي حقيقه والله، ما اعرفش هو يعني قصده كويس قصده وحش يعني، فما فهمتش. صح؟ هو حقيقة الأستاذ أحمد الفيشاوي كان مرتبط بأفلام وتصوير، فدي عشان كده كان عنده فيلم عادل مش عادل والسيستم، وفيلمه الأخير بنقدر ظروفك، فأوقاته ما سمحتش إن هو يبقى معانا في التصوير. احنا عشان كنا ابتدينا الفيلم بنصور في السعودية، فهو كان لازم يسافر وكان لازم يسيب التصوير بتاعه هنا، فما قدرش يكون معانا في بعتذر لك يا شريف جدا. خلي بالك احنا صورنا الفيلم ده، يعني قرار الفيلم ده جه يمكن في اسبوعين. ما كانش معانا سكريبت نهائي، كان معانا فكره لشكل الفيلم، وجالنا الدعم من معالي المستشار. وكانت فرصه لما قلنا انه نقدر نروح نحضر 28 اكتوبر، نقدر نصور تايسون وفيوري ويبقى هو ده اللي هيسرقوه. كل ده ما كانش لسه معانا سيناريو. فعشان نكلم ولاد رزق ونقول لهم، وعلى فكره احنا كلنا رحنا، ما حدش فيهم كان ماضي، ما حدش فيهم ماضي نهائي يعني. يلا بينا يلا بينا، فطلعنا. فطبعا فيشاوي قال لك لا استنوني، انا قدامي 3 أفلام، قدامي 6 شهور. فاحنا عشان كده بقول لك احنا استغلينا فرصه انه نطلع نصور في يوم الفايت بتاع تايسون فيوري، لانه انا بالنسبه لي ما كنتش مصدق انه ممكن نعمل ده، انك تقدر تدخل في فايت عالمي في وسط الناس دي كلها، واحنا كرو كده نخش ويدخل احمد عز وعمرو في وسط البيت ونعمل حوار وحديث ونسجل. يعني عمليه صعبه جدا، فده اللي خلانا نجري.